السلام عليكم. وصفة النهاردة هي لحمة بصوص الزبادي، أكلة سهلة وطعمها حلو قوي. هنحتاج كيلو لحمة بقري أو ضاني أو نص ونص، أهم حاجة تكون متقطعة صغير أو متوسط زي كده. و3 فصوص حبهان مع نص معلقة صغيرة فلفل أسود وملح حسب الرغبة، وعلبة زبادي كبيرة حوالي 170 جرام، 3 فصوص توم مفرومين، قطعة دهن غنم أو ليا تكون مفرومة أو متقطعة، معلقتين كبار سمنة. في حلة هننزل باللحمة بدون أي مواد دهنية، وهنغطيها ونرفعها على النار ونسيبها على نار متوسطة، وكل 5 دقايق نقلبها لحد لما تنزل ميتها. بعد كده نتأكد ان المية دي نشفت. بعد ما المية تنشف هننزل بالسمنة، بعد كده نضيف الثوم المفروم مع قطع الدهن ونقلبها حوالي دقيقتين لحد لما ريحة الثوم تبان. هنضيف فصوص الحبهان مع الملح والفلفل ونقلب كويس. هننزل بعد كده بالزبادي معلقة معلقة ونقلب لحد لما تختفي اللحمة. وبعد كده ننزل بمعلقة تانية ونستمر على نفس الطريقة لحد لما كمية الزبادي تخلص. وده لأن لو نزلنا بالزبادي كلها مرة واحدة ممكن تخرج مننا وقوام الصوص مش هيكون أحسن حاجة. وآخر حاجة هنضيف نص كوباية مية ونغطي الحلة ونسيب اللحمة تستوي على نار هادية. أنا قدمتها مع رز أبيض، ممكن تقدميها زي ما تحبي. جربوها، قولولي رأيكم في الكومنتات، متنسوش لايك والشير والاشتراك في القناة.